قلنا زمان في وفوضوا أمري إلى الله أن هذه الآية استنبط منها الإمام جعفر الصادق لما هناك بيقول الاستنباطات القرآنية اللي استنبطها، بيقول عجبت لمن خاف. أي واحد يخاف من أي حاجة، عجبت لمن خاف ولم يفزع إلى قول الله سبحانه حسبنا الله ونعم الوكيل. يعني أي واحد يخاف من أي حاجة يفزع إلى إيه؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. فإني سمعت الله بعاقبها يقول إيه؟ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل. شوفوا عبارته حتى، عجبت لمن خاف ولم يفزع إلى قول الله سبحانه حسبنا الله ونعم الوكيل. فإني سمعت الله، فكأن القرآن لما يتلى اوعى تقول ده فلان بيتليه، الله يتكلم. شوف فإني سمعت الله بعاقبها يقول إيه؟ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. وعجبت لمن مكر به كيف لا يفزع إلى قول الله سبحانه وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. فإني سمعت الله بعاقبها يقول فوقاه الله سيئات ما مكر. وعجبت لمن طلب الدنيا وزينتها، حتى طلب الدنيا كيف لا يفزع إلى قول الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللي عايز الدنيا تفتح له بقى يقول ما شاء، يقول في كل حاجة ما شاء الله لا قوة إلا بالله. مش قايل في سورة الكهف ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. لأني سمعت الله بعاقبها يقول إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتي. وعجبت لمن اغتم، والاغتمام معناه ان انقباض الصدر ما يعرفش سببه ايه، وانت ساعه تقول كده والله انا مش عارف متضايق من ايه ما مش عارف. وعجبت لمن اغتم كيف لا يفزع الى قول الله سبحانه لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. لاني سمعت الله بعاقبها يقول ايه؟ قال ايه ربنا بعد ده؟ فاستجبنا له ونجيناه من الغم، ودي مش خصوصيه له وكذلك ننجي المؤمنين. يبقى اذا الامام جعفر الصادق ادينا روجته لمنغصات الحياه. تخاف من شيء قل حسبنا الله ونعم الوكيل، تخاف من قوم ينكرون بك قل وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد. عايز الدنيا قل ما شاء الله لا قوه الا بالله. في غم داخل عليك كده ولا تعرفش سبب قل لا اله الا انت سبحانك. ومن اخذها وردا له في كل امر لا يمر عليه شيء من هذا، لا من الخوف ولا من المكر ولا من الهم ولا من طلب الايه؟ من طلب الدنيا.